نموذج ايضا مش مجرد نظريه، ده وصف دقيق للطريقه اللي بيفكر بيها العميل. بس هل فعلا العميل بيمشي الاربع خطوات دول وبيمشي في القمع من اوله لاخره؟ هل العميل بتاعك بيمشي في خط مستقيم؟ الاجابه لا طبعا. دراسه من هارفارد بيزنس ريفيو بتقول ان القمع ده اتكسر، لان العميل دلوقتي مش بيمشي ورا الخطه اللي انت حاططها له والاربع خطوات دول، هو بيعمل حاجه اسمها القفزات التسويقيه في سوشيال ميديا وفي ريفيوز وفي مقارنات وادوات شراء. كل الحاجات دي بتخلي العميل ما يمشيش الاربع خطوات دول زي ما هم في خط مستقيم. الحاجات دي غيرت قواعد اللعبه. تخيل معايا انك بتفكر تشتري لابتوب جديد، بتشوف اعلان شدك من شركه ديل على الفيسبوك مثلا، مرحله الاتنشن. بعد كده بتروح على الانترست، انك تبدا تروح على الويب سايت بتاعهم، تبدا تقرا اكتر عن البرودكت، تبدا تفهم هو ايه اللابتوب ده وايه مواصفاته. في الخطوه دي انت بعد كده ما بتنطش على الديزاير على طول، انت هنا بتبدا تعمل مقارنات، تبدا تدخل على الريفيوز، تبدا تدخل على مقارنه بين اللابتوب ده واللابتوب ده، وايه مواصفات ده وايه احسن من ده وفرق السعر ده ما بين ده. تدخل على اليوتيوب تشوف واحد بيشرح ان هو اشترى المنتج ده وايه الريفيوز بتاعته حلوه ولا لا، ويقارنه بواحد تاني من شركه اتش بي وهكذا. انت بتعمل مرحله بحث مش موجوده في نموذج ايضا. بعد ما بتعمل البحث ده ممكن تلاقي واحد صاحبك لسه شاري لابتوب، ايه رايك فيه؟ ده حلو جدا، ده اللابتوب ده جامد جدا وسعره حلو، ما تروح تشتري واحد. ده بيأثر على رغبتك وبيغير طريقه تفكيرك في اللابتوب او في الحاجه اللي انت بتفكر تشتريها. في النهايه بعد كل الكلام ده انت ممكن تشتري اللابتوب ديل او ممكن تغير وتروح تجيب لابتوب تاني خالص. الفلو اللي احنا قلناه ده مش قمع، مش ستريت لاين، مش خط مستقيم ماشي من اوله لاخره، ده متشعب بيروح هنا ويروح هنا ويروح هنا ويسأل ويشوف. عشان كده ظهرت نماذج تانية اكتر واقعية. المشكلة مش في النموذج بتاع ايدا، المشكلة في طريقة استخدامك انت ليه. انت بتشوف العميل قمع ماشي خطوات، خطوة زائد خطوة زائد خطوة، لكن العميل بيشوفك انت كرحلة عايز يستمتع بيها ويكون مبسوط ويشتري وهو مقتنع. طب ايه مشاكل موديل ايدا وايه الحل او ايه المفروض يحصل؟ في مشكلتين كبار في الموديل بتاع ايدا. المشكلة الاولى هي مشكلة البحث، او انك بتفكر في حاجات كتيرة جدا بعد ما بيحصل لك تاني خطوة اللي هي الانترست. ما بتروحش على خطوة الديزاير او الرغبة ان انا عايز اشتري. زي ما اتكلمنا من شوية انت ممكن تكون عامل كل حاجة صح جدا، لكن العميل مش مستني يمشي في الخطوات دي. العميل راح شاف ريفيو فبالتالي غيرت كل حاجة عن المنتج بتاعك، او ممكن يكون ملقاش الريفيو اصلا فبالتالي بدأ يشوف ريفيوهات تانية لمنتجات تانية احسن وكل الناس عليها بتقول انها كويسة. الحل انك ما تنساش حتة الريفيو او بنسميها السوشيال بروف. ايه اللي يثبت ان المنتج بتاعك منتج كويس؟ ايه اللي يخليني انا اشتريه لما انا ما اعرفش المنتج ده ولا المنتج ده؟ لو في سوشيال بروف او في ناس بتقول ان المنتج بتاعك انت كويس، ساعتها انا هتشجع. اعمل الكلام ده على صفحتك وخلي العميل يكون سهل يوصل له. طب ممكن نعمل ده ازاي؟ زي شركة اوبر او كريم، مش بس السلوجان بتاعها او مش بس كانوا بيتكلموا ان الرحلة بتاعتك هتكون رحلة سهلة، هم قالوا لك كمان شوف تقييم الكابتن اللي هيجي لك قبل ما تركب. ده بيقفل طريق الشك قبل ما يتفتح اصلا. بتشوف الكابتن الريفيوز بتاعته كويسة، بتبقى انت مطمن وانت بتركب معاه. نفس القصة لو انت بتشتري حاجة من على امازون ولا نون ولا اي اونلاين بلاتفورم، انت ما بتبقاش عارف البرودكت سبيشال لو ما اشتريتوش قبل كده. انت بتعتمد في احيان كتيرة على الريفيوز، على كام ستار. ده بيشجع العميل ان هو يكمل، ان هو يبقى عنده رغبة ان هو يشتري وان هو فعلا يوصل لمرحلة الشراء. يبقى القاعدة انك تدمج الريفيوز والشهادات دي في مرحلة الرغبة او الديزاير. ما تخليش العميل يروح يدور عليها بره لانه ممكن يتوه وما يرجعش. المشكلة التانية هي مشكلة الخروج بعد الشراء. ايه؟ طب ما هو اشترى خلاص، خروج ايه اللي بعد الشراء؟ هو ده اللي احنا بنتكلم فيه. العميل بالنسبة لك مش مجرد بيعة وخلصت، هو ده الفرق.
القمع بالنسبه لك او بالنسبه لشركات كتير ايدا موديل هو العميل اشترى خلاص شكرا، لا، العميل مهم جدا ان هو يكمل معاك. عشان كده في الايدا موديل ضافوا لها حرف الاس، بقت ايداس. الاس دي هي الساتسفاكشن. اسوأ حاجه ان العميل يشتري منك وما يرجعش تاني ولا يعمل لك ريفير حتى لاي حد، او حتى يكون متضايق لان مهمتك انتهت بالنسبه لك بس بالنسبه له هي لسه بتبدا. طيب ليه رضا العميل مهم؟ لان العميل الراضي بيتحول لمسوق مجاني ليك. طب ازاي نعمل القصه دي؟ مثلا لو انت بتبيع كورس ما تنساش تبعت للعميل شويه نصايح تساعده ان هو يكون فاكرك. لو انت بتبيع منتج ابعت له او تابع معاه هو ايه الريفيو بتاعه وايه المشاكل اللي هي مقابلاه بحيث ان انت تساعده ان هو يتخطاها ويحلها. بالمناسبه انا مره اشتريت احد المنتجات من امازون. المهم انه بعد حوالي اسبوعين الشركه اللي انا اشتريت منها المنتج ده بعتت لي تاخد مني فيدباك، وكان كلامهم انه انت لو المنتج ده مش عاجبك بقالك اسبوعين بتستخدمه انت من حقك ترجعه، مفيش اي مشكله خالص. ده خلى عندك تراست في الشركه دي. القاعده اهتم بتجربه ما بعد البيع مع العميل عشان العميل يرجع يشتري تاني، مش بس يشتري، لا يشتري منك انت مخصوص. عمرك فكرت ازاي موقع نتفليكس قدر يكسب مليار دولار؟ مش بسبب المحتوى بس في تريكة صغيرة عملها غير اللعبة كلها. كانوا بيعتمدوا على تقييمات العملاء عشان يعرفوا ايه الافلام اللي بيحبوا يتفرجوا عليها، لكن اللي اكتشفوه ان سلوك العميل بعد ما بيشتري او بعد ما بيشوف اهم بكتير من رأيه الاولاني المبدئي. التركة اللي بقولك عليها هو نظام التوصيات اللي بيبص على كل تفاعلاتك، ايه اللي بتوقفه، ايه اللي بتكمله، ايه اللي بتكرره. الدراسة دي اثبتت ان البيانات اهم من الكلام. رحلة العميل مش كلام بيقوله لك، ده سلوك بتشوفه بعينك، وده اللي بيخلي نموذج زي ايداس اقوى من نموذج ايدا. ولو بصينا دلوقتي هنلاقي معظم السوشيال ميديا شغالة على الحتة دي، هو بيشوف ايه اللي انت بتحبه ويبدأ يطلع لك منه اكتر. ليه؟ لان هو عايزك ساتسفايد، عايزك مبسوط. طول ما انت مبسوط انت قاعد معاه.